المسألة اللي معانا النهاردة هي على خريطة البي اتش دياجرام، بس فيها فكرة كده. تمام، ايه هي بقى الفكرة اللي فيها؟ هو جايب لك في الأول مركب تبريد 134A، تمام، ضغط تكثيف 10 بار، ضغط تبخير 2 بار، يبقى هي عندي ضغطين 2 و10 بار. شوف بقى الحتة اللي جاية دي، إذا كان خط السحب للضغط ذو قطر داخلي 10 مللي، خط السحب القطر بتاعه 10 مللي، يبقى ديت القطر، وسرعة مركب التبريد خلاله 4.5 متر على الثانية. واخد بالك انت؟ يبقى جايب لك القطر والسرعة، يبقى من خلاله هقدر اجيب حاجة، او يبقى عندي مجهول من خلال النقطتين دول هقدر اطلع المجهول اللي انا هحتاجه. طيب، اوجد درجة حرارة خط الطرد، سعة التبريد بالطن التبريدي، معدل طرد الحرارة من المكثف، قدرة الضغط، ومعامل الأداء. كل حاجة هو عايزها، بس دي فيها فكرة. طب تعال نخش على الخريطة ونجيب الاتشات. يلا نبص كده. قال لك عندك ضغطين ومديك السرعة بتاعت مركب التبريد والقطر بتاع خط السحب. طيب تعال نشوف كده هنستفاد منه ايه. احط الضغطين بتاعتي، قال لك 10 بار و2 بار. اول حاجة عملتهم على طول من خلاله هنا النقطة، تبقى النقطة دي رقم 1، تمام، واكتب كده هنا 1، وانزل هنا اجيب الاتش، اروح هنا واروح اجيب النقطة رقم 2. مشيت بثبوت الانتروبي مع الخطوط اللي هي الخضراء دي، يكون خط موازي بس اطلع من نقطة 1 لحد ما اقابل خط الضغط بتاع المكثف 2، ومن خلال 2 هنا انزل اجيب الانسلب، خط التشبع السائل مع الخط ده، النقطة دي تبقى 3، تمام، وانزل هنا اجيب الانسلب بتاع 3. هنا اجيب الحجم النوعي عند النقطة 1، وهقول لك ليه. طلع هنا اهوت 100، هقسمه على 1000 يعني 1/10. طب تعالى كده طلع الاتشات. عندك الاتش 1 300 تقريبا 91 او 91. طيب عندك هنا 2 425 او 24 اقرب. ماشي. اتش 3 هي قبل 260 بحاجات بسيطة، يعني 258. ماشي، كويس. جيب الحجم النوعي عند 1، وهقول لك احنا جبناه ليه. تمام، ماشي. الحجم النوعي عند 1 قلنا هيبقى 1/10 متر مكعب لكل كيلو جرام، تمام. ولو عايز الكثافة بجيب مقلوبها، يبقى 1/1/10. مقلوب الحجم النوعي هو الكثافة، يبقى الكثافة عندي 10 كيلو جرام لكل متر مكعب. يبقى أنا عندي الكثافة عند 1، تمام. وعندي هنا برضو عندي قطر السحب، ده السحب وده الطرد. قطر السحب هو مديهولك 10 مللي، والسرعة مركب التبريد هنا برضو 4.5 متر على الثانية. يبقى انت عندك القطر وعندك السرعة وعندك الكثافة. الكثافة جبتها من الحجم النوعي، والحجم النوعي جبته عند النقطة 1. خش بقى كده على المسألة. ايه اللي انا هستفاده؟ انا عايز في مجهول عندي مش موجود وهحتاجه في الكيو اي وبالباور وكيو سي اللي هو الام دوت. اجيبه ازاي؟ الام دوت اللي هي كيلو جرام على الثانية، هجيبها ازاي؟ الام دوت بتساوي الرو في الاي في الفي. عندك الرو كيلو جرام على متر مكعب متر مربع متر على الثانية، مضروب التلاتة ده يديني كيلو جرام على الثانية. لما اقول الرو في معدل التدفق الحجمي الفي دوت اللي هي بتساوي الاي في الفي، لما بقوم حاططها كده كلها على بعضها، رو في الاي في الفي. او بمعنى تاني ممكن اعمل الاي في الفي على الحجم النوعي، هي تمام. طيب يبقى الرو في الاي في الفي، الرو في الاي في الفي. الاي المساحة باي على 4 دي تربيع، عشان ده المقطع بتاعه دائري. باي على 4 دي تربيع، الرو زي ما هي، في زي ما هي، المساحة اهي. تعالى بقى كده عوض. الرو
هنا اهي ب10. الباي في الدي بكام؟ الدي اهي 10 ملي، يعني 1/100 متر، واربعها على 4 زي ما هو موجود هنا، واضربها في السرعة. السرعة 4.5 متر على الثانية. اضرب اقسم خلص، طلعت لك 3.5 في 10⁻³ كيلو جرام بر سكند. طلعت الام دوت. هي دي الفكرة اللي موجودة، بس كده. بس كده، مفيهاش اي حاجة تانية. يعني انت هتطلع الحجم النوعي وتقوم جايب الكثافة منه، يعني تقلب الحجم النوعي 1 على الحجم النوعي يديني الكثافة، وتضربه في الاي في الفي بالشكل ده. طلعت لك الام دوت وبقت مسألة عادية خالص. تمام. طب يلا نكمل كده. هات لي يا ريس يلا بقى الكيو اي. اول واحد الكيو اي بيساوي الام دوت فرق الاتشات اتش 1 ناقص اتش 4 اهي. عندك اتش 1 اهي، وعندك اتش 4 اللي هي بيساوي اتش 3 اهي، واضربها في الام دوت اللي انت لسه جايبها اهي، يديني الوحده كيلو وات. عايزها بالطن التبريدي ومقسمها على 3.5. ليه؟ لان الواحد طن تبريدي بيساوي 3.5 كيلو وات، ولما يكون عندك الوحده بالكيلو وات وعايز تحولها لطن تبريد تقوم قاسم بقى على 3.5، لان الكبير هو اللي بتضربه، الصغير بتقسمه. الكبير مين؟ اللي هو الطن التبريدي. طلعت لك هنا 13/100 طن تبريدي. كويس. تعالى بقى هات الكيو سي. كيو سي اللي هي الحراره المطروده من الكوندنسر اللي هو المكثف. كميه الحراره يبقى ام دوت فرق الاتشات. المكثف بين كام وكام؟ بين 2 و3. هيبقى ام دوت في الفرق الاتشات اتش 2 ناقص اتش 3. حط الام دوت اللي انت جايبها من فوق، حط الاتشات، هينقل من هنا على طول اهي اتش 2 ناقص اتش 3. تمام. طلعت لك هنا 581 من 1000 كيلو وات. سهله سهله وما فيهاش اي حاجه. هات الباور. الباور الام دوت فرق الاتشات حوالين الضغط اللي هو اتش 2 ناقص الاتش 1 اهي. طلعت لك الوحده بالكيلو وات، ما فيهاش اي حاجه. هات السي او بي. السي او بي بيساوي المستفاد على المعطى اللي انا استفدته